صباحكم ورد او مساكم فل. الظهر لسه مقدم، الساعة 1:15. وادي العداد بتاع امبارح اهو نصفره ماشي زي ما انتم شايفين، ونتوكل على الله ونشوف بقى هنعمل ايه. والله المستعان. النهارده تحدي النفس بقى، عايزين نكسر رقم حلو بقدر الامكان، هنحاول على قد ما اقدر. يلا بينا. اول مشوار المنيب من عند الدائري اهو، خدت النازله ورايا 81 جنيه. اللي بعده على طول بقى، النهارده فيديو هنحرق كده على طول، هنشتغل مش هنقعد نهري بقى مش زي كل مره نقعد نتكلم. النهارده بقى ايه، عايزين بقى نشتغل ورا بعض، نشوف بقى الدنيا هتعمل ايه. تاني مشوار عملناه مدينة نصر. احنا دلوقتي في مدينة نصر اهو. عمل 151.5. اللي بعده المشوار التالت، صح كده؟ المشوار التالت من مدينة نصر، هناك قصاد عمارات العبور عند محطة القطر هنا الناحية التانية. عديت ولفيت واقف قدام حي الظهر. بكام يا باشا؟ 87 جنيه ماشي، وثابت لي تبس 10 جنيه 97. اخدت ال100 انا كلها. يلا نشوف اللي بعده. المشوار الرابع من مكان حي الظاهر لحد مصر الجديدة 135.88 قرش. قشطة قشطة. اللي بعده المشوار الخامس مدينة نصر 43 جنيه وربع، وتم إلغاء القفل البلاتيني، بقيت مستوى بلاتيني دلوقتي. مبروك. ما نشوف بقى البلاتيني ده بيعمل ايه. يلا نكمل. المشوار السادس جوه مدينة نصر برضو ب43 جنيه ماشي. تقريبا كده زي ما انتوا شايفين مقضيها توك توك جوه مدينة نصر لغاية لما الاقي مشوار عدل يكون رايح حتة انا عايز اروحها مثلا او تناسبني يعني. بس فالله المستعان، وادينا مكملين. والساعة دلوقتي 4:30 إلا 5. يلا بينا. يا هلا. عملت مشوارين ورا بعض. واحد من عند مدينة نصر رحت بيه وسط البلد، دخلت نفق الازهر كده ودخلت يمين في يمين كده ونزلتهم شارع 26 يوليو ولا مش عارف اسمه ايه. بس كان جالي اوردر تاني قابلته وانا ماشي، كان في شارع طلعت حرب. خدت الناس وديتهم فين؟ في الفندق هنا اللي شاف اسمه جراند حياته ولا اللي هو في المانيال ده، تطلع له الكوبري بتاعه الصغير ده. خلصته قمت لفيت الكوبري تاني وطلعت من على الكورنيش وجيت من على المانيال الناحية التانية. بس واديني قاعد مريح شوية. ويبقى كده عملنا مشوارين نقول لكم عليهم بالمرة. اول واحد اللي انا قلت لكم عليه ده من مدينة نصر لحد وسط البلد ب103 ماشي. والمشوار التاني اللي هو من وسط البلد عند طلعت حرب لحد هنا كده الفندق ده في المانيال كان 2 كيلو و400 متر. ده عمل 88 جنيه. المشوار اللي قبله نسيت اقول لكم الكيلومتر، عامل 13 كيلو متر ماشي. 13 كيلو متر ب103. والتاني عامل 88 وربع، وعمل لي إكرامية 10 جنيه. يشكر، نعمل له كلمة شكر زي ما انتوا شايفين كده اهو. بس والساعة دلوقتي 6. نشوف بقى نعمل ايه. انا كده مريح حبة ونستأنف بقى. ممكن اخد مشوار اروح بيه او اتدنجل كده جوه المانيال، مشوارين كده جوه المانيال وبعدها مروح برضو.
كده خلاص انا كده قشطة بالنسبة لي يعني. الكيلومتر دلوقتي عامل 77 كيلو ونص، والاجمالي لحد دلوقتي عايزين تشوفوا الاجمالي 732 ونص. ماشي، يعني الكيلو ب10 الا كسور. حلو الكلام، حلو الكلام. احاول بقى وانا مروح اديها شوية بنزين، هي فوق النص بس انا ايه يعني بقيت متعود ايه اديها اول باول كده. والله الموفق والمستعان. يلا نشوف هنكمل ازاي. باي. يا اهلا وسهلا بالاصدقاء الاعزاء، عاملين ايه؟ دلوقتي عملنا مشوارين، واحد كاس غنن من عند المانيال، طلعنا ناحية جنينة الحيوانات، بس خلينا نلف مراد. قلت كده كده مادام هلف بقى، قمت وقفت عند البنزينة اللي عند مراد دي بتاعت مصر، حبيت منها بنزين زي ما قلت لكم الحق وانا مروح. وانا واقف هناك جالي اوردر ان انا ايه اجي هنا شارع العمدة قبل الطلبية على طول قدام نبيل طه. قلت حلو اوي، قمت واخد الزبونة وجايبها ورا بقى هنا نبيل طه الناحية التانية عند شارع العمدة. وانا لفيت ودخلت من شارع نبيل طه، وبعدين يعني انت وقفت وبعدين اترديت. ها 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 يلا، ها ها يلا يا رب. بعدين كده روحت، عملنا بقى ايه كام مشوار، 10 مشاوير، والكيلومتر 90 كيلومتر بالظبط. ماشي، من البيض للبيض، من البيض للبيض 90 كيلو متر. حلو. كام بقى فلوس؟ 800، اللهم صل على النبي، 58 جنيه فاصلة 58 قرش. ماشي، 858.58 قرش. ايه رأيكم؟ قول 859، قول 860، يلا سيبولي جنيه محبة. 860 على 90 كيلو، يعني الكيلو واقف حوالي ب10 جنيه الا ربع مثلا. يا عم خليها من عندي 9.5 ولا ايه؟ ايه رأيكم؟ اي الكلام ده يخرب بيت ام نبيل طه المكسر ده، يا رب بقى يرمموه. يما يا انا يما، بس انا كده تمام اوي، عايز اروح. انا داخل الشارع اللي هيروحني خلاص كده تعبت. يلا يا رب يكون الفيديو عجبكم. هي قفلت قفلت ودقرت وكله جاي قصاد بعضه. اصبر بقى، 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 اصبر بقى. بس كده، ده جاي انا الشارع ده كنت داخله، بس يلا ارحب بقى. هنفضل قاعدين كده مش هنخلص، مش هنخلص. احنا عايزين نروح، نروح. هنا الشارع مدهول دهوله، مضطر اخش من هنا عشان الرصف والتقفيل والتكسير اللي بيعملوه عند حي الهرم وميدان الساعة. الدنيا هناك مقفولة، انا كنت بروح من هناك، مبجيش من نبيل طه اصلا. يا رب خلاص كده قشطة اوي، كان زماني روحت.
عمالين نتكسر. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وانتظرونا في فيديوهات قادمة بإذن الله وبعون الله. السلام عليكم.